السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في قناة المهندس للصيانة. إن شاء الله نعرف مع بعض كده إزاي ننظف الحلة أو ننظف الغسالة من جوه ونعملها دورة خل ونوفر فلوسنا كده عشان خاطر مفيش حاجات تتراكم علينا بعد كده. توكلنا على الله. في حاجة مهمة أوي لازم نعرفها قبل عملية دورة الخل أو دورة الغسيل للحوض ده. نحاول نشوف التركة دي، إن بيكون تحت الطارة دي في أوساخ كتير بسبب كتر الغسيل، وإن الملابس بيكون فيها وبر فبيكون متجمع وبر كتير. زي ما حضراتكم شايفين بيكون في وبر اكتر من كده كمان حتى لما هنرفع الطار دي. طب يا باشمهندس، في ناس بتشتكي كتير ان هي حتى بعد عمليه الغسيل ريحه الهدوم بيكون في ريحه، يعني في ريحه عفن كده او في ريحه كمكمه كبيره. ده بسبب ان الحله دي ما بيتعملهاش عمليه غسيل بصفه مستمره او عمليه تعقيم، فبيجمع وبر فبيعمل ريحه. فالحل ان احنا لو احنا قدرنا ان احنا نشيل الطاره دي حاجه جميله، ماشي. ما قدرناش مفيش مشكله، نبدا ان احنا نحط لها ميه سخنه بملح ليمون زي ما هنشوف مع بعض كده. خلاص احنا فكينا المسمار بتاع الطاره، وهنبدا بنفك تيست كده ولا حاجه، نبدا نرفع الطاره من مكانها ما بيكونش فيها اي حاجه. زي ما حضراتكم شايفين برضو كده كميه الوبر اللي متجمعه في الطاره من تحت ممكن تعمل يعني ريحه مش حلوه للهدوم، او برضو ما تنضفش الهدوم كويس. فننضفها كويس علشان خاطر يعني ده هتحسن في كفاءة الغسيل فيما بعد. اتفكت معانا هننضفها، وبرضو نعمل عملية شوية ميه سخنين بملح ليمون بشوية خل كمان. يبقى احنا الهدف الاساسي ان احنا قبل العملية ان احنا نسيب الميه السخنه بشويه الملح الليمون لو في اي اوساخ ولا حاجه تاكلها، بحيث ان يكون يعني نستفاد قبل عمليه او قبل الدوره اللي احنا هنعملها ان شاء الله. بتفرق جدا يا جماعه، والله الموضوع ده بيفرق جدا. بس انا بكرره، لو ما قدرناش ان احنا نعملها يا ريت ما نبوظ. ركبنا الطاره بتاعتنا، هو بتكون نظام كبس كده، وبعد كده نركب المسمار بتاعنا، بيكون هو مسمار صليبه كده طويل، نركبه يعني بدون، وانا بنكررها المره المليون، بدون اي يعني ان احنا ما نبوظش اي حاجه. ركب المسمار بتاعنا بكل سهوله ان شاء الله. وبعد كده بعد ما نركب المسمار بتاعنا نبدا ان احنا نركب حته البلاستيكه اللي بتكون متركبه فوق المسمار ده علشان خاطر المسمار ما يصديش يعني. تمام. نجيب ازازه خل كامله كده ونرميها في الحله من جوه، ونبدا في عمليه الغسيل. نتكه يا باشمهندس، نتكه اون، وبعد كده من زرار الاختيار خامس اختيار 1 2 3 4 5 اللي هو تنظيف الحوض، وبعد كده نتك ستارت. تبدا الغساله تسحب معانا ميه. الامور سهله وما فيهاش اي حاجه وغير معقده ان شاء الله. وعلى فكره النتيجه محترمه جدا جدا جدا. يا ريت نجربها مثلا كل 3 4 شهور نجربها كده، وخاصه في الشتاء لان كتر يعني استعمال الشتاء بيكون كتير. زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي، حاجه محترمه وحاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا ما تنسوناش دايما باللايك والاشتراك، ويا ربنا يجعله دايما في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.